السر المدفون. جريمة قتل كانت في الجرايد في اسكندرية في شارع هادي من شوارع وسط البلد، وبالظبط عند عمود السواري حصلت جريمة قتل في بيت قديم كلها غموض ورعب. واللي حصل هناك اتكلمت عنه الجرايد زمان. يلا بينا نبدأ الحكاية. في ليلة الجو كان برد جدا، الجيران سمعوا صوت صراخ جاي من شقة قديمة، وكأن حد بيصرخ من قلبه قبل ما يختفي بلحظات. الناس اتصلوا بالشرطة بعد ما سمعوا الصوت على طول، والشرطة لما وصلت لقت باب الشقة مقفول من جوه، والأرض متغطية بالغبار كأن محدش دخل البيت من سنين. كشف الحقيقة، الشرطة كسرت الباب ولقت جثة راجل متغطي بالكامل في زاوية من الشقة، وكأن الجريمة متخططة بشكل غريب جدا. الصحف وقتها كتبت جريمة قتل غامضة، كل حاجة في الشقة كانت طبيعية إلا وجود الجثة المدفونة في الركن. وبعد التحقيق اكتشفوا إن القاتل شخص قريب جدا من الضحية، حد ما كانش يتوقع إن هو يعمل كده. كانت دوافعه المال والغيرة، لكن طريقة اختفاء الجثة كانت غريبة جدا. اللي خلى القصة دي مرعبة مش بس الجريمة ذات نفسها، لكن الجيران كانوا بيسمعوا أصوات خبط وهمسات في الشقة قبل الجريمة بشهور، وكأن في حاجة مخفية في البيت ذات نفسه. وأكتر حاجة خوفت الناس، الجثة مكانها كان مخفي. القاتل اتحكم عليه بالإعدام، لكن الناس لسه بتتكلم عن الشقة وبيحكوا إن هما بيشوفوا ضوء طالع منها وبيطلع بعد الساعة 12 بالليل. والناس بتقول يمكن السر اللي حصل جوه البيت مش كله اتكشف، وأكيد في حاجة لسه مدفونة هناك. في جزء من التحقيق لقوا مذكرة قديمة مكتوبة بخط صغير ما بين كتب قديمة في الشقة. المذكرة دي كانت متوجهة للضحية نفسها، وفيها كلمات غريبة جدا عن فلوس وخلافات وتحذيرات من شخص قريب. الشرطة قالت ده دليل إن الجريمة ما كانتش عشوائية، دي كانت متخططة من فترة طويلة. أول محقق دخل الشقة بعد الجريمة قال أنا حسيت إن في حاجة بتراقبني، وكل ما اتحرك وابص في زاوية الشقة بحس إن في حركة في البيت وفي ظل بيتحرك. وبالفعل التسجيلات الصوتية وقت الفحص بينت إن في صوت خطوات، وأحيانا همسات مكتومة من الجدران. والغريب في الشقة إن في باب صغير في الحيطة، لما الشرطة فحصته كان الباب ده بيودي لسرداب صغير تحت الأرض. والتحقيقات قالت إن في مخزن قديم للبيت، لكن الجيران كانوا بيحسوا إن في سر أكبر من مجرد مخزن، في رسومات وخربشة على الجدران كأنها تحذيرات أو رسائل مخفية. القاتل اتحاكم، لكن الجيران فضلت خايفة. البيت كان فاضي لكن فيه أصوات وهمسات، والأبواب المخفية فضلت موجودة. والناس دلوقتي بتسأل هل الأسرار دي انتهت ولا لسه في حاجة مدفونة محدش يعرف عنها حاجة؟